اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع منجز. ايه الاخبار يا جماعه؟ صحتكم عاملين ايه؟ معانا النهارده احد اصدقائنا وزمايلنا، وهو جاب ولاعه كده من الولاعات الجميله التحفه بصراحه. الولاعه يا جماعه في منتهى الشياكه والاناقه، حته كامل كده من الحاجات القديمه البنزين. وانا صراحه ولاعه اول مره تقف قدامي ولاعه زي دي، او اول مره تقع قدامي ولاعه زي دي. هي ولاعه بنزين وبتشتغل وبكفاءه تامه ومفيش فيها ادنى مشكله. هو طالب مننا طلب بسيط دلوقتي ان احنا نلمعها وننضفها، فهندخل معاكم دلوقتي حالا نعرف كل الطريقه اللي احنا نلمعها بيها ونظبط بيها الولاعه الفينتج الجميله دي. فيلا كده معانا، اتفضل كده يا استاذنا. اول بقى كده البتاع سنه الطول لفوق، وهنتداير كده ايه البتاع سنه كده عشان خاطر يعني ايه نجيب كل الفيديو بالكامل. كده هنبتدي دلوقتي حالا نعمل ايه، ننظف الولاعه واحده واحده بكل الخطوات. حط يا باشا. اتفضل معانا بقى عشان تشوف التنظيف على حسب السبراي. اول حاجه السبراي، اول حاجه معانا السبراي. دي رشه سبراي زي ما احنا شايفين كده، تمام. السبراي ده عشان خاطر اي وساخه عليها تطلع، ده اول حاجه. لو عليها اي وساخه تطلع، ده اول حاجه هنعملها السبراي. وبعدين امسك كده، ابتدي ان انت ايه تلمعها من اثر السبراي. ننضف كده زي ما احنا شايفين، تمام. طيب انا كده شلت الوساخه اللي عليها، وعايز بقى اديها لمعه بقى كمان في حتت معينه فيها كده، عايز اديها لمعه. تعال اتفضل يا استاذنا عشان تشوف بنفسك كده. لا تعال عشان تشوف بنفسك عشان العربيات تعدي بس. عايزين نديها بقى لمعه كمان كده، سن التلميع اكتر. وهنا هنستخدم بقى ايه سحر التنظيف. اللي معانا ده هو حاجه مخصصه للتنظيف للعربيات، اسمه كومبوند. وده بنحط منه حته صغيره كده زي ما احنا شايفين، وبرده بفوطه ناعمه او قطنه تبتدي ان انت تمسح اللي انت عملته. هتتفرج دلوقتي على جمال ونظافه ما بعدها نظافه زي ما انت شايف كده يا استاذنا. بص كده الفرق طبعا هيبقى واضح جدا كل لما تشيل اهو. بص كده معانا الفرق طبعا واضح جدا. وهو بيشكرني بيقول لي تسلم ايدك. صوت العربيات والدوشه وكل الكلام ده طبعا مؤثر علينا، ولكن احنا معاكم وهنكمل تنظيف برضو الناحيه الثانيه والواجهه الثانيه من الرمز بتاع كامل. نبتدي ان احنا برضو ايه نديله المسحه كده ونظبط الدنيا، تمام. وادي احنا كده بالشكل ده بدأنا ان احنا نشوف بالنا من هوية الولاعة بشكل اجمل واسيك. شوف ده بقى التصوير في الشارع، ان احنا بنصور ممكن اي حاجة تخبطك، ممكن اي حاجة تحصل، الله اعلم. الجزء اللي تحت ده مش متظبط يا منجز.